حبايبي الحلوين، كان يا مكان كان في زمان راجل فقير، وكمنه كان فقير كنتوا تلاقوه على طول زعلان. عاش قد ايه فقير في الدنيا؟ كتير. عاش قد ايه زعلان من الدنيا؟ كتير. بس في ليلة من ذات الليالي الراجل الفقير المسكين الغلبان اتقابل مع راجل عجوز وقعد يشكيله من اللي عمله فيه الزمان. قام العجوز قال له: انا لو منك ما ازعلش، انت برضه عندك كتير، عندك عينين بتشوف بيها، وعندك رجلين بتمشي عليها، وعندك ايدين، وعندك ودان، واكتر من كده ومن كده عندك عقل تفكر بيه، والعقل اللي تفكر بيه احسن من المال اللي تصرف فيه. لكن الراجل الفقير الغلبان فضل برضه يشكي من اللي بيعملوا فيه الزمان، وقال: عقل ايه يا عم انت؟ هعمل بالعقل ايه؟ هو العقل هاكل بيه ولا اشرب بيه؟ العقل قال: خد عقلي واديني المال. ضحك عم العجوز وقال له: انا اتعلمت الحكمة من ايامي، وان كنت عايز تكسب اسمع كلامي. العقل زينة، ومن غير عقلنا مين عارف الدنيا هتعمل ايه فينا. والراجل الفقير قال له: اسمع يا عمي، ما تكترش همي، خد حتة من عقلي واعملني غني. لا، خد نص عقلي واعملني اغنى غني. لا، خد كل عقلي واعملني اغنى غني في كل الغناء. مش عايز عقل افكر بيه، انما عايز مال اصرف فيه. العقل قال: خد كل عقلي واديني المال. ضحك العجوز وقال له: هعمل لك كل اللي قلت عليه الليلة دي، وقبل النهار ما يبان مش هتبقى غلبان، هتبص تلاقي نفسك اغنى غني في كل الغناء، هتبص تلاقي عندك كل المال اللي نفسك فيه، انما مش هتلاقي عندك اي عقل تفكر بيه. وقبل ما امشي اقولك: اياك على الله ما تندمشي. وعم العجوز مشي من بعد ما قال الكلمتين. مفيش حد يعرف هو مشي وراح فين، بس الغريبة انه في الليلة دي ومن قبل النهار ما يبان الراجل الفقير الغلبان خلاص ما بقاش غلبان. بص لقى نفسه اغنى غني في كل الغناء، بص لقى عنده كل المال اللي نفسه فيه، انما بص ما لقاش عنده اي عقل يفكر بيه. واللي حصل له وجراله نحكي ونقول لكم عليه. حصل ايه؟ حصل ان الراجل اللي كان غلبان بقى اغنى غني في كل الغناء، عنده القصر كبير والفرش حرير والمال كتير والخادم ده رايح والخادم ده جاي. معرفش عاش على كده قد ايه، انما اهو كان بيحصل ساعات يروح له راجل شحات يطلب منه احسان لله. في يوم من ذات الايام راح له راجل شحات وقال له: انا راجل غلبان وجعان. اغنى غني في كل الغناي نده له خدامه وقفهم صفوا قدامه وقال لهم: الراجل ده غلبان وجعان، هديله طاقيتي ورباط جزمتي، يلا اهو كله عند الله. الخدامين عارفين ان اغنى غني في كل الغناي مسكين عنده المال اللي نفسه فيه، لكن ما عندوش عقل يفكر بيه، وكمنهم عارفين كده سكتوا. لكن الشحات هو اللي مسكتش. الراجل الشحات قال له: يا اغنى غني في كل الغناي، بقولك جعان تقوم تديني طاقيتك ورباط جزمتك؟ الخدام قالوا للشحات: اسكت يا راجل، بلاش كلام، هو انت مش عارف ده اصل اغنى غني في كل الغناي ده ما عندوش عقل يفكر بيه، خد طاقيته ورباط جزمته، احسن لو كلمته كلمتين مين عارف هيعمل فيك ايه. والراجل الشحات سكت ولا اتكلمش. بس قبل ما يمشي بص الاغنى غني في كل الغناي واخد طاقيته ورباط جزمته. ولما الشحات مشي اغنى غني في كل الغناي قعد وقال: غلبان شحات جعان يحط رباط جزمتي في طاقيتي وياكل. خدم من الخدام قال له: وافرض ما حطش رباط جزمتك في طاقيتك،
افرض يعني لبس طاقيتك على راسه وربط جزمته برباط جزمتك. اغنى غني في كل الغناي سمع الكلام ده قال: يا خبر، يلبس طاقيتي ويربط جزمته برباط جزمتي؟ ده لو حصل كده الناس هتقول عليه ان هو اغنى غني في كل الغناي. الناس هتقول ان الشحات ده انا، والناس هتقول ان انا الشحات. لا، ده انا اجري والحقه واخد طاقيتي من على راسه واخد رباط جزمتي من جزمته، وهو بالمرة اضربه لغاية ما موته. مسكين اغنى غني في كل الغناي ما عندوش عقل يفكر بيه، طلع يجري ورا الشحات وخدامه بيضحكوا عليه. كل ما كان يقابل حد كان يقول له: ما شفتش راجل شحات واخد طاقيتي وبيقول عليها طاقيته، ورباط جزمتي وبيقول عليه رباط جزمته؟